راجل دخل تحدي يقعد 24 ساعة في أوضة كلها غراء قوي جدا مقابل مكافأة 1 كرور روبية. وجاك دخل الأوضة عشان يبقى غني، بس اتفاجئ إن الأرض بتلزق لدرجة مش عارف يقف عليها. فتح الثلاجة يدور على أكل، لقى كله غرقان غراء. ولما جه يلبس جوانتي لزق وتقطع، فشرب حاجة ساقعة وهو محبط، ودور على جوانتي تاني في الدولاب وافتكر إن الزيت بيعزل الغراء، فدهن إيده زيت ولبس الجوانتي بسهولة. بعد ساعتين جاع جدا فأكل موزة من طبق الفاكهة، ودوله مهمة يقف على لوح توازن عشان ياخد أكل، بس ما عرفش يظبط توازنه فقرر يطبخ بنفسه. وأخد علبة أكل من الثلاجة سخنها في الميكروويف وشرب معاها عصير لحد ما شبع. قعد يلعب شوية بس مسبهوش يرتاح، ودوله مهمة جديدة يلزق في الحيطة 10 ثواني. فلما حاول الغراء مستحملش وزنه وهدومه تقطعت والغراء لزق في دقنه. بعدها عمل تجربة مسلية وغمس بيضة في الغراء ولزقها في السقف وحط تحتيها طاسة، ولما البيضة وقعت نزلت في الطاسة واتكسرت لوحدها. وبالليل نام على الكنبة والليلة عدت في هدوء. ولما صحي الصبح عمل فطار من بواقي الأكل وأكله، وبدأ يعمل تمارين رياضية. فقميصه لزق في الأرض وهو بيلعب بوكس جوانتي الملاكمة لزق في الكيس. جاك اتعصب وفضل يحدف في الحاجة لحد ما اليوم خلص، وأخيرا فتح حوله الباب وخرج وعينيه مليانة دموع من الفرحة. تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك.